انا دخلت علاقات كتير قوي، كلها فشلت. كل مره كنت بقعد اقول يمكن العيب فيهم، ولكن دلوقتي خلاص انا بقيت متاكده العيب فيا انا. شكل كده انا اللي هطلع توكسيك. لا، انت مش توكسيك. كل الحكايه انك بتكرري نفس النمط من غير ما تاخدي بالك. عارفه كده لما تيجي تقولي انا المره دي هختار حد مختلف، شكل علاقه مختلف، وهختار خلاص بعقلي المره دي، وتلاقي نفسك واقفه في نفس الحته. ده لانه جواكي معتقدات قديمه عن نفسك وعن استحقاقك وعن الخوف من الوحده، ويمكن عن مفهوم الحب ككل، بيخليكي بتجذبي لنفسك نفس النمط من العلاقه، وتلاقي نفسك واقفه في نفس النقطه حتى لو يبان شكلها من بره مختلف. وعلى ما نفهم بقى ان الشخص اللي معانا ده مش الشخص المناسب، بنكون خلاص اتعلقنا بيه وفات الاوان. والحته دي بتكون موجعه جدا وصعبه جدا وبتقعد معانا فتره. علشان نبدا العلاج محتاجين نرجع خطوه لورا، نفهم نفسنا ليه بنجذب النمط ده من العلاقات، وبعد كده نشتغل على جوانا قوي قبل ما نشتغل على اللي حواليه. وسيبك بقى من نصايح صاحبتك اللي بتكرر نفس غلطتك بالظبط. اختاري المره دي صح، واحجزي معانا جلستك في يوتوبيا، وخلينا نساعدك تفهمي نفسك اكتر، ليه بتجذبي النمط ده، علشان ما تكرريش نفس القصه وتختاري الشخص المناسب ليكي.